القشور في بلاغ رسمي نشر على صفحته الشخصية عن عدوله عن الترشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي رغم إعلانه السابق عن نيته دخول غمار الانتخابات المقبلة. وأكد بالقشور أن قراره يأتي تنويرا للرأي العام الرجاوي وحرصا منه على الشفافية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة داخل النادي وعلى رأسها ملف الانتدابات التي يشرف عليها الرئيس الحالي بشكل فردي في غياب إدارة تقنية أو لجنة مختصة تعكس تشبتا بالرئاسة وعدم وجود نية في التخلي عنها. وأضاف أن امتناع الرئيس الحالي عن فتح باب الانخراط وعدم تحديد موعد الجمع العام الانتخابي يعطل أي فرصة لضرورة مشروع رياضي جديد أو تنزيل رؤية بديلة، ما اعتبره إغلاقا الأبواب أمام باقي الكفاءات الراغبة في خدمة النادي. وشدد بالقشور على أن هدفه كان لم شمل العائلة الرجاوية والمساهمة في إعادة استقرار النادي بغض النظر عن صفته، مؤكدا أنه ليس زاهدا في منصب الرئاسة وإنما اشتغل على مشروع متكامل من منطلق الانتماء والرغبة في خدمة فريق وصفه بالكبير والعريق. وختم بالقشور بلاغه بمتمنيات صادقة للفريق بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن الرجاء سيظل دائما فخرا لكل المغاربة وواجهة مشرقة للمملكة في المحافل العربية والإفريقية والدولية.